يا ترى لو قابلت حد جاي من مكان مش موجود على خريطة العالم هتصدق ولا هتقول ده بيهزر؟ النهاردة هحكي لكم عن أغرب قصة اتسجلت في مطار طوكيو سنة 1954. قصة الراجل اللي جه من دولة مش موجودة. الموضوع بدأ عادي جدا، يوم حر وزحمة في المطار، طيارات داخلة وخارجة والمسافرين واقفين على شباك الجوازات، وفجأة جه راجل لابس بدلة شيك جدا وشنطة صغيرة في ايده وملامحه أوروبية عادي جدا. الراجل ابتسم للموظف ومد ايده بالباسبور. الموظف فتح الباسبور، لكن هنا اتجمد مكانه مكتوب ان الراجل جاي من دولة اسمها تاورد. الموظف استغرب، قلب الباسبور صفحة ورا صفحة، الختم واضح، التأشيرات قديمة والورق رسمي جدا، لكن في حاجة غلط. الموظف رفع عينه للراجل وقال له: حضرتك قلت منين؟ قال له: أنا جاي من تاورد، بلد صغيرة بين فرنسا وأسبانيا. الموظف قال له: تقصد اسمها أندورا؟ قال له: لا، أندورة إيه؟ دي مش بلدي اسمها تاورد وموجودة على الخريطة من أكتر من 1000 سنة. المسؤولين جابوا خرائط، فتحوا أطلس ودوروا في السجلات، مفيش أي بلد بالاسم ده. والأغرب إنه كان مصدوم، كأنه هو اللي اتخدع. الشرطة اتدخلت وخدوه على جنب للتحقيق. لقوا معاه أوراق تانية، رخصة سواقة وشيكات من بنك، بس كل حاجة باسم البلد ديت، والبنك اللي مكتوب على الشيكات ملوش أي وجود. الراجل كان بيتكلم كذا لغة طلاقة جدا، الفرنسية واليابانية والإنجليزية، وتصرف طول الوقت إنه عادي جدا. لما سألوه: أنت جاي ليه اليابان؟ قال لهم: أنا هنا في رحلة عمل، دي المرة الثالثة ليا في طوكيو. ولما سألوه عن الشركة اللي جاي يزورها، الشركة موجودة فعلا، لكن عمرك ما هتصدق، الناس اللي في الشركة قالوا: إحنا عمرنا ما سمعنا عنه قبل كده. في الآخر المسؤولين قرروا يحجزوه في فندق، حطوا جرس على باب أوضته طول الليل. الأوراق بتاعته اتخزنت في غرفة محصنة في المطار عشان يتأكدوا إنها ما تتبدلش. لكن هنا حصلت الصدمة. الصبح لما دخلوا الأوضة ما لقوش أي حد. السرير اللي كان نايم عليه ما بقاش موجود، الراجل اختفى، الشباك مقفول والباب مقفول من بره والجرس موجود، ومع ذلك الراجل اختفى. ولما رجعوا يدوروا على أوراقه اختفت هي كمان، ولا الباسبور ولا الرخصة ولا الشيكات، كأنهم ما كانوش موجودين من الأساس. ولحد النهاردة القصة دي بقت أغرب لغز في تاريخ الطيران والمطارات. ناس بتقول الراجل جه من عالم موازي، وناس بتقول دي كانت تجربة سفر عبر الزمن، وفي اللي بيؤمن إنها مجرد أسطورة. لكن السؤال يفضل مطروح: إزاي كل التفاصيل دي اتسجلت في المحاضر الرسمية واتنقلت من شهود في المطار؟ اللي أكيد إن العالم حوالينا أكبر بكتير من مجرد خطوط على خريطة، وممكن في أي لحظة حد يجي من مكان إحنا أصلا ما نعرفش إنه موجود. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس.